بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتعلم النهارده وصفة حلوة قوي من أجمل الحلويات اللي ممكن نعملها ومن أسهلها. لو أول مرة تدخلي المطبخ كالعادة برضو هتعرفي تعمليها وهتطلع معاكي إن شاء الله حلوة وناجحة. بتتعمل بطرق كتيرة قوي. جبت لكم اسهل طريقة فيهم وبأقل مكونات، بحيث ان احنا برضو كالعادة ما نهدرش مكونات كتير، وان هي ان شاء الله تطلع معاكي من اول مرة تكون حلوة ان شاء الله. هي وصفة البراونيز بتتعمل بكذا طريقة، بس انا جبت لكم ان شاء الله اسهل طريقة فيهم، وان شاء الله تتعلميها وتكون سهلة. هي بتتباع بره غالية قوي، بس احنا سهل قوي ان احنا نعملها في البيت وبأقل مكونات. هنحتاج ايه؟ يلا بينا نشوف. انا احتاجت كوباية من الدقيق، ونص كوباية من الكاكاو، وكوباية من السكر. ممكن تزودي السكر يعني كوباية وربع لو انتي بتحبي الحاجة حلوة، بس احنا عندنا في البيت ما بحبش الحاجة حلوة قوي. هحتاج كمان 3 بيضات يا بنات، وطبعا بيض يعني فانيليا، وكمان معلقة خل. الزبدة هنا عندي نص كوباية، وكان عندي 50 جرام من الشوكولاتة سيحتهم في الميكرويف. الزبدة كنت مديها لون كده برضو في الميكرويف، يعني بحيث ان هي تدي معايا، تبرز معايا الطعم، بتفرق قوي. هنا نص كوباية الزبدة حطيت عليها نص كوباية الكاكاو ومعلقة من الفانيليا، هسيبهم على جنب لحد ما اجهز الخليط بتاعي التاني اللي هو بالبيض والسكر والدقيق. تمام كده يا بنات، يا رب تكون الخطوات واضحة قدامكم. هنا ال3 بيضات حطيت عليهم معلقة من الفانيليا. الفانيليا السايلة بتفرق قوي في الطعم على فكرة، وفي ريحة المخبوزات بتاعتنا او الكيكات. وحطيت معلقة من الخل، وهنا ضربتهم مع بعض، وحطيت كوباية السكر، ونخلت الدقيق. بحب انخل الدقيق او الكاكاو بحيث ان هو لو في اي تكتلات او حاجة ما تظهرليش في قطع البراونيز. وهنا بقى عادي من غير بقى مضرب ولا حاجة، بالسباتولا عادي. ضفت برضو الخليط اللي هو الزبدة والكاكاو، وحطيت قطعة من الشوكولاتة برضو، دي حاجة اختيارية بس بتفرق جدا، بحيث ان انتي بتاكلي قطعة البراونيز بتلاقي جواها قطعة من الشوكولاتة كده، بتبقى دايبة، بتبقى حلوة قوي. جبت الصينية بتاعتي وحطيت فيها ورق زبدة. ممكن تدهنيه بزبدة او بزيت قليل قوي. بحط الخليط بتاعي وبسويه كده. بتاخد في الفرن تقريبا نص ساعة او نص ساعة و5 دقايق بالكتير قوي، بتبقى جاهزة. هنا شكلها بعد ما طلعت، بصوا قطع الشوكولاتة اللي فيها يعني بجد بجد بتفرق قوي في الطعم، وكانت تحفة. والشكل بقى الزجاج المكسر ده اللي من فوق ده اللي انت شايفاه، ده معناه ان هي تسويتها ناجحة. بتتقطع طبعا لما تبرد خالص، ما بنقلهاش غير لما تبرد خالص، وبقطعها بقى بالشكل اللي انا عايزاه. وحلوة قوي الفطار، حلوة بالليل بشرب كوباية شاي وعايزة حاجة حلوة. بجد طعمها كان تحفة قوي وسهلة، وعملناها بأقل مكونات عندي في البيت. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو استفدتي من الفيديو حطي لايك واشتركي في القناة، واشوفكم يا رب في فيديو جديد ان شاء الله.